في سؤال دلوقتي بيقول ايه الفرق ما بين الشقاوة واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟ طيب خلينا نقول انه الشقاوة ممكن تحصل في اماكن محدودة ومع مشاعر معينة، مثلا انا متحمس شويتين، انا زهقان شويتين ثلاثة، فبتبقى الشقاوة بتاعتي موجودة لكن مش مستمرة زي اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. كمان انه في حالة الشقاوة لما بلفت نظر الطفل انه انت مهايبر شويتين او انك بتتحرك كتير، الطفل الى حد كبير عنده القدره انه يسيطر على الشقاوه اللي موجوده دي. ده مختلف عن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه، بيبقى صعب جدا على الطفل انه يتحكم في نفسه او يتحكم في الحركه بتاعته. طيب تالت حاجه انه في حاله الشقاوه العاديه ما بيكونش عندنا مشكلات في التحصيل الدراسي، ما بيكونش عندنا مشكلات في الانتباه والتركيز، ما بيكونش عندنا في مشكلات في اني اسمع الكلام، او خلينا نقول الديلي فانكشن اللي هي الوظائف اليوميه، اني ابقى شاطر في المدرسه او ابقى بركز في المدرسه او بركز في التمرين او بتبع التعليمات. طيب ده اللي بيخلي فيه فرق ما بين الشقاوه العاديه واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه.